بابا كيرلس السادس. مش هنتكلم عن البابا كيرلس، لكن هنتكلم عن المسيح الذي في قلب البابا كيرلس. بحس ان احسن لقب يعطى لاي قديس من القديسين ان نسميه انسان الله. حد يشوف لنا الناس اللي تحت لو سمحتوا. احنا كنا متعودين في العشيه مفيش بني ادم يقعد في الحوش، ويبدو ان احنا لازم نعملها من جديد كده. مفيش حد يقف في الحوش لو سمحتوا، ولا في مزار ابونا بشوي اثناء العشيه، ولا في المكتبه، ولا في اي مكان. في عشيه اللي مش عايز يحضر العشيه يروح. بالمناسبه دي، لاحترام بيت ربنا، في يوم من الأيام كان أبونا لؤى بيصلي يوم 4، وهو بيصلي في النص سمع المشية بتاعة البابا كيرلس، عشان هو يعني ليه مشية خاصة بيكحت شوية في الأرض عشان سنه وحجمه. فأبونا بيكمل في القداس وتوقع إن مثلا يجي يدخل الهيكل، ففوجئ مفيش حاجة حصلت. مشي بشويش بهدوء لغاية ما جه عند المعلم وقف، يعني ركع طبعا قدام أو أحنى راسه قدام الهيكل، وجه عند المعلم وركع، وكأنه كان غير موجود طول القداس. ولما جه عمل صرف الملاك، فأبونا جاب المية عشان يكب له في إيده، فقال له أنت حط. المفروض البطرك بيمد إيده وياخد المية يرشمهم ويحطهم في إيد الكاهن، فهو قال له لا هات. المهم خلى أبونا بشوي صرف الملاك، وبعد القداس راح البطرخان. فأبونا بشوي وأبونا لؤى وأنا رحنا نشكره إن جه في يوم زي كده بهدوء ومشي، لا في كزمراؤوت ولا في وقف عن الصلاة ولا في أي مبادرة، غير إنه واقف زيه زي المعلم. فبنقول له ميرسي سيدنا على جيتك إنك تيجي في يوم زي ده وتقف. قال أنا أقول لكم ميرسي إنكم بتصلوا قداس، وأنا جيت أخدت بركة القداس. الحقيقة الجميل في حياة البابا كيرلس تقديره لمفهوم الكنيسة. فيش كاهن يقدر كان يحط ميكروفون زي ده على المذبح، لكن المذبح ده عليه المسيح فقط. الحاجة الوحيدة اللي تتحط هو الإنجيل، لأنه كلمة الله المكتوبة، والمسيح هو كلمة الله المتجسد. لكن أي حاجة تانية أو أي شماس يتكي أو شمعدان يتحط نيفر. شمعدان لازم يبقى من الناحية دي والناحية دي، لكن ما يتحطش على المذبح. في قدسية، في قدسية. الحقيقة يعني بتألم شوية لما حد ما يشعرش بهذه القدسية. كانت أبونا بشوي يقول كلمة جميلة ما بنساهالوش أبدا، يقول الإنسان الذي يخاف الله، الله يعطيه مخافة أمام الناس. يعطي للإنسان، يعني أنا أخاف ربنا وعندي مخافة ربنا، فيقول لي أنا هديك المخافة دي عندك. فاللي بيقعد يتكلم في أثناء العشية أو حتى ما فيش قداس وقاعدين في الكنيسة يتكلموا، ما فهمش مخافة ربنا، ولذلك يصلوا وكأنه لا صلاة موجودة. يقول لك أنا صليت وقلت مزامير وركعت، ما قبلهاش ربنا لأنك ما احترمتش بيته. ذهبي الفم يقول عبارة جميلة، يقول لما تدخل إلى مجلس الملك، طبعا ما كانش فيه رؤساء زي دلوقتي كلهم كانوا ملوك. لما تدخل في مجلس ملك ما تقدرش تحول عينيك يمين أو شمال، لازم عينيك ليه، لأن عينيك موجهة ناحيته. وأذكر الحقيقة أول ما اترسمت الكاهن أن كنت مع أبونا بشوي، وكان في حاجة ضرورية قوي فقالها وأنا واقف، وأنا يعني اتكلمنا كده بسرعة، فبصيت في كاهن كبير في السن يشاور لي، فطلعت قال لي أبونا أنت عارف أنت كنت فين؟ قلت له في الهيكل. قال لي أنت كنت أمام مذبح الله، أنت كنت في السماء، إزاي تحول عينيك عن الذبيحة وتتكلم مع أي حد ولو كان كاهن، ولو كانت في حاجة تحصل؟ إيه رأيكم في دي؟ مخافة ربنا راحت.
اذكر في الكويت على ما اظن الباشمهندس عاطف لبيب، طبعا كلنا او اللي قدام عارفينه كويس. بعد ما خلصت القداس في الكويت قال لي اقول لك قصه حصلت معايا بخصوص، ما اعرفش ان كان عاطف رجع، انا اعرف انه كان راجع هنا. موجود. فعاطف قال لي ايه؟ قال لي وانا صغير كنت بحضر قداس في وسط الاسبوع مع ابونا بشوي، فحصلت هيصه كده، وهو كان يعني شماس الايه المسبح، وهو كان طبعا كنيسه لسه جديده والعدد كان صغير. فلما حصل هيصه في وسط الاسبوع فبص كده يشوف فيه ايه، فابونا بص له فهم انه زعلان، فقال لي سكت لغايه ما خلص القداس، وبعدين جاله اخده على جنب قال له عارف اللي انت عملته ايه؟ قال له اه. قال له بصيت ناحيه صحن الكنيسه. قال له طب ليه بتبص؟ قال لي لقيت هيصه. قال له لو لقيت نار مولعه في صحن الكنيسه ما تحركش عينيك، انت قدام المسيح هو يطفيها، لكن ممنوع انت كشماس تبص اللي بيحصل جوه صحن الكنيسه. ايه رايكم؟ فين يعني عايز اقول القديس تدرس التلميذ القديس بخوميوس كان ليه طلبه وحيده يطلبها من مين؟ من ابيه القديس بخوميوس. يقول له ايه؟ يقول له صلي لي ربنا يديني اللي اداهولك مخافه الرب. قال له مش هتستحملها. قال له لا انا عايز مخافه الرب. فبيقول وقف كده في مره وهو مش عارف يا على سطح القلايه يا على اي حته، وبعدين ظهر ليه مجد ربنا فسقط على الارض، وراح لبابا الروحي قديس بخوميوس وقال له اشكرك انك صليت لي، انا شفت مخافه ربنا ما قدرتش احتملها. قال له ما انا قلت لك. يا ريت من ضمن الطلبات اللي نطلبها سمر خوفك فينا. مره ما بنساش كنت قاعد في المنطقه هنا وواحده جت تعترف، وكانت تعترف بقوه وبحرقه، فكالعاده سالتها انت ده اول اعتراف ليكي؟ قالت لي اه. قلت لها ايه اللي خلاكي جيتي كده؟ قالت لي في اخت شفتها في العشيه امبارح يوم السبت، وكانت في مقصوره السيدات، مجرد بصيت لها روحت ما عرفتش انام. قلت لها ليه؟ قالت لي كنت هي لا شفتها بتبكي ولا شفتها وجهت نظرها ليا، عينيها ناحيه الحيطه او ناحيه المسبح وكل فكرها لفوق، منظرها ارهب كل كياني، ما قدرتش انام. قلت له يا رب واحده قد بنتي تتمتع بهذه المخافه وانا ما عنديش مخافه ربنا. قلت لها تعرفي الاخت دي؟ قالت لي اه. شاورت لي عليها، كانت طالبه في كليه الطب واعرفها طبعا العيله كلها، وحاليا اذكر هذه المخافه طبعا ما حكيتها لهاش ومش عايز اقول التفاصيل عشان ما تعرفهاش لو سمعت الوعظه، لكن غيرت حياه انسانه، لا كلمتها في الانجيل ولا قالت لها وعظه ولا وبختها على خطيه، مجرد وقفت وفيها بخافه ربنا تغير قلب هذه المراه. البابا كرولوس كان يمتاز بالحته دي في مخافه ربنا. فجاتني واحده في لوس انجلوس قالت لي يا ابونا انا عندي مؤتمر في البلد الفلانيه في كندا وهاخد جوزي ونروح، مش عايز حاجه منك. قلت لها في اخت كانت تعترف عندي هديك تليفونها واقعدي دردشي معاها، هي خادمه في مدارس الاحد كانت في سان بيتر سان بول في سانتا مونيكا. ففعلا ضربت لها التليفون قالت لها انا عايزه اقابلك ضروري، فراحت قابلتها فقالت لها لازم تيجي تبيتي معانا الليله. قالت لها ده انا جايه والهوتيل وفي مؤتمر، هي دكتوره مؤتمر اطباء، قالت لها اطلعي الصبح بدري بس اقعدي معانا ليله. فقعدت الليله، فرجعت تقول لي ايه؟ تقول لي بص يا ابونا انا خادمه بمدارس الاحد وبقرا في الانجيل وبصوم وبعمل مطانيات ومشغوله بربنا وبدي الفقراء وما بسيبش اي خدمه ما دام عندي وقت بحضرها في الكنيسه، لكن الاخت دي هي وجوزها وعيالها حاجه تانية قوي. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي انا مش عارفه اوصفهم لكن تحس كده قلوبهم ملتهبه بحب ربنا، قلوبهم ملتهبه بحب ربنا. انا عايزك تقول لي ايه اللي كانت بتعمله وهي صغيره عشان توصل للدرجه دي؟ ازاي ابتدي حياه مش عايز لا اخدم ولا اعمل شكليات، انا عايزك القلب الملتهب
بمخافة ربنا. فطبيعة البابا كيرلس سر قوته لغاية النهاردة إن هو رجل يحمل مخافة الله. أديكم مثل بسيط لمخافة ربنا. راح أبونا بشوي مرة، يعني من المرات الكتيرة اللي كان يروحها، في أثناء يروح يصلي مع البابا كيرلس في المروسية. وهو نازل فواحدة قالت له سيدنا اذكرني. قال لها انت اسمك ايه؟ قالت له كذا، او اسمه جوزها يعني. المهم فابونا دخل ولبس مع سيدنا وخلاص، وجاي يمسك الحمل. قال له هي الاخت دي كان اسمها ايه؟ قال له نسيت يا سيدنا. قال له واحده تطلب منك انك انت تذكرها تنساها تاني مره ما تنساش. وذكرها. مخافه ربنا الجميله اللي انه مش روتين بعمله، لكن حاسس انا ككاهن بحمل نفوس الناس وانطلق بيها للسماء. انا كأب وكأم ولادي دول باخدهم اطلعهم السماء. انسان جاني في جيرسي سيتي وقال لي يا ابونا عايز اعترف. قلت له اتفضل. قال لي انا ليا سنين ما بعترفش، ولكن عايز اعترف عن كل اللي فات. قلت له اوكي. قلت له ايه الحكايه؟ قال لي الحكايه ان انا قررت ان انا ادخل مع فئه الملحدين. وقلت ايه، هكتب في الفيسبوك لاصحابي مفيش ربنا، اثبتوا لي ان ربنا موجود. وجيت اكتب وهبتدي اكتب في الايه اللي جيت اكتب. فجيت اكتب الكلام لقيته شاطر. قلت له ليه؟ قال لي بصيت لقيت كده والدتي حسيت انها هتدخل السماء 100%، مفرحه قلب البيت كله، فيها مخافه ربنا، ما تتكلمش كتير معايا في اي حاجه، لكن معاملتها معايا بتلهب قلبي لحب ربنا. فبصيت له كده قلت له يا رب يرضيك ان انا انكر وجودك واتحرم ان انا ابقى مع مامتي فوق؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ احبائي الخدمه مش ان الكاهن يوعظ، ولا مدارس الاحد، ولا اي عمل اداري، ولا تقول لي عملنا حته خلوه يا سلام على الترانيم والوعظ ومش عارف ايه. يا ترى كنت عايش في مخافه ربنا في الخلوه؟ يا ترى في اوضتك انت فيك مخافه ربنا؟ اول ما اترسمت كاهن هنا فكان في ضابط في المنطقه مش عايز اقول عنوانها، شاب صغير، وانا كنت صغير في السن، فقلت ايه اروح ازوره، هو من ضمن الشبان الكنيسه. فرحت، بيقول لي يا ابونا انا عندي مشكله تقدر تحلها لي؟ قلت له خير يا حبيبي. قال لي انا لما بنام واحط رجل كده قدم على القدم الثاني وانعس. قلت له طب وايه المشكله؟ قال لي يرضي ربنا ان هو يبقى في حضني وانا احط الرجل على رجل؟ ايه رايكم؟ انا صعقت. دي مخافه ربنا الجميله، دي مخافه ربنا الجميله. انا بحكي احداث عمليه معاصره عشان ما نقعدش نقول ايه دي بتاعت زمان. في يوم كنت رايح زياره لعيله عندهم بنتين صغيرين قوي يعني. وبعدين اول ما دخلت، ده في كاليفورنيا سنه 70 71 و72، قالوا له ابونا جه نساله البنتين. فقالت لي اسمع هيسالوك سؤال. ايه يا اولاد؟ قالت تتخيل يا ابونا احنا في الصيام وماما بتطلب مننا ان احنا نعمل سويمنج في البول؟ فقلت لها ايه القصه؟ قالت لي جيت اقول لهم نعمل تطلعوا يلعبوا في السويمنج، قالوا لها احنا صايمين يا ماما. قلت له هو ده هيفطركم؟ قالت لي لكن احنا صايمين ما يناسبش ان انا العب في السويمنج وايه والدنيا صيام. ايه رايكم؟ في ناس بتضحك. قلت لها الولاد دول احسن مني ومنك، لان حاسين بمخافه ربنا. ما حدش قال لهم ما تعملوش سويمنج، لكن حاسين كل كيانهم في السماء. فالكيان الجميل ده يقعد يلعبوا مع بعض ومع الجيران وغيره وفي وقت الصيام. فقلت لها سيبيهم زي ما هم، ما تبوظوهمش، دول نتعلم منهم. احبائي يعني من جمال في حياه ابونا البابا كيرلس هو مخافته لربنا، ويمكن مش كتير اتكلموا عنها.
في يوم كان بيصلي مع ابونا لوقا العشيه، هو كان يحط الايه الشال الابيض ده اللي بيسموها شامله اللي لغاها المجمع المقدس. فايه فجاء البطرك بعد ما خلص العشيه نادى ابونا، قال له ابونا انت عارف ليه الراهب والكاهن يلبسوا الشمله وهم بيصلوا العشيه؟ قال له لا. قال له عشان لما دموعهم تنزل ما حدش يشوفها، عشان دموعهم لما تنزل ما حدش يشوفها حتى الكاهن اللي معاه. إذا وهو بيصلي العشية مش مشغول باللحن طول وقصر وفرايحي وحزيني وغيره، مشغول إن أعماقه من جوه بتقبض في توبة صادقة فيها دموع، لكن دموع الفرح إن أنا واقف قدامك يا رب، أنا ما استاهلش، أنا خاطي لكن اتقابلت مع محب الخطاة وغافر الخطية. هنبتدي بركة البابا كرولوس، مش إن أنا أروح في البيت وأجيب شمعة وأقول نقول ده كزمراؤوت، حلو كل ده جميل، لكن يا ترى فينا مخافة ربنا؟ يا ترى وأنا واقف بصلي في نص الليل ببقى حاسس إن أنا وسط الملائكة؟ إيه رأيكم؟ ده إحنا لما بنصحى الصبح بنصلي نقول إيه؟ تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يمينك لا أتزعزع. كلنا حافظينها. طيب إيه معنى دي؟ معناها أنا طول الليل وأنا نعسان شايفك، فأنا تقدمت أشوف ربنا اللي واقف عن يميني واللي بيتقدم خطواتي واللي بيفتح لي الأبواب أمجاد. مخافة ربنا لما اشتغلت في قلب يونان وهو في الحوت، متهيالي لما الحوت قذفوا على الشاطئ قال يعني كده بسرعة، ايه مالك يا يونان؟ قال اسعد لحظات عمري عشتها جوه الحوت، لا حسيت ان الحوت بيطلع فوق ولا بينزل تحت ولا بقه بيتملي ميه ولا بيرمي الميه بره، ولا انا هعيش ولا مش هعيش ولا تفرق. انا كنت شايف ايه؟ قال شايف السماء مفتوحه وشايف الهيكل الرب، وبعدين يقول للرب الخلاص. ايه الجمال اللي اديتوني؟ لم يرى بهاء السماء وهو في هيكل اورشليم، ولا في صلواته وهو نبي وسط الانبياء او وسط الشعب، ولكن لما كان جوه في الحوت وهو غرقان ميه ما شافش لا ميه ولا انه في الحوت ولا الدنيا ضلمه ولا الدنيا نورت ولا قعد قد ايه 3 ايام ولا 3 ليالي، كل اللي شاف انه هو في السماء. انا متهيألي كده قال له ممكن ترجع لي الحته دي كده يرموني تاني، نفسي اشوفك من جديد. قريت قصه النهارده جميله، واحده كتبتها من الكنيسه هنا، لقيتها في وسط الورق كده قلت اقراها. بتقول ان حد قرا الايه بتاعت ان المسيح ان الله يمحص النفس كما بالنار، فقالت ايه يعني يمحص؟ قالوا لها ده يعني اي واحد بتاع جواهر يمحص الذهب او الفضه بالنار فتبقى ايه؟ فتبقى نقيه، يشيل الشوائب والحاجات الوحشه اللي فيها. فقالت انا عايز اشوف الايه الجوهرجي وهو بيمحص حته ذهب او حته فضه. فوقفت بصت جاب المشعل والنار صعبه، حولها على الايه الذهب او على الفضه فساح. فعايز تقول له ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شاور لها بايده اللي ما تتكلمش، وبعد ما خلص شويه كده طفى وسابه، طلع حته الذهب او حته الفضه بتلمع. قالت له ليه انت منعتني من الكلام؟ قال لها لما كان الذهب او الفضه في النار ما اقدرش اكلم حد، عيني عليه. فربنا لما بنبقى احنا في نار التجربه، لما يجوا الملائكه يسبحوه يقولوا استنوا شويه، ده اهم، الشخص اللي في الضيقه دي ده جوايا. عشان كده يقول القديس أغسطينوس ما كان يمكننا ان نتعلم ولا ان نتلامس مع مراحم الرب بدون ضيقات. نيفر. ما كانش ممكن لأيوب يقول له كنت بسمع عنك سمع بالأذن، لكن النهارده ايه؟ رأتك عيني. ليه؟ دخل في البوتقة وربنا بص له قال له سيب الشيطان ده بره، اصحابك يطلعوا بره، عيني عليك لغايه ما تبقى ذهب نقي او فضه نقيه.
بعدين سأل هذا الشخص، سأل الجوهرجي: طب عرفت ازاي ان الذهب بقي نقي؟ عرف ازاي ان الذهب بقي نقي وطفى النور، طفى النار؟ قال: عينيا بتبص، اول ما اشوف عينيا جوه الفضه او جوه الذهب معناها الشوائب كلها راحت. وربنا يعمل كده، يبص كده، اول ما صورته تطلع جواك يقول ده خلاص وصل. ايه رايكم في ربنا ده؟ ايه رايكم في مخافه ربنا اللي بتسمح بالضيق حتى ولو كانت بالنار؟ احنا في عز. صدقوني يا احبائي، لما بنقعد نعاتب ربنا: انا غلابه، ليه يا رب جبت الضيقه دي؟ ليه يا رب عملت كذا؟ ليه جبتني في الحته دي؟ لا اللي في امريكا يقول لك يا ريتني ما جيت، واللي موجود هنا يقول لك يا ريت ايه يا ريتني اروح. اتذكر عباره سمعتها وانا في الثانويه العامه. كان في شاب كده شقي، هو ما كانش مسيحي، وراح كاتب في اليافطه بين يعني محاضره ومحاضره، كتب ايه: الزواج قلعه، الذين في داخلها يريدون ان يخرجوا، والذين في خارجها يريدون ان يدخلوا. لا ده عارف يدخل ولا ده عارف يخرج. انا عايز بدل الزواج اقول السماء قلعه. اللي جواها يقول لك انا مش هطلع، انا مش هطلع، واللي براها يشتاق يروح. لكن اولاد العالم العكس، اول ما ييجوا للسماء تلاقيه بيمل ويشيل رجله ويحط رجله وهو بيصلي، ويدخل الكنيسه ويشاور على ده، ودي لابسه شرب ودي مش لابسه شرب، وده مبتسم وده بيكلم مش. فين مخافه ربنا؟ للاسف احيانا في التناول، وسط التناول تلاقي واحد بيزق واحد ولا واحده بتزق واحد. ليه؟ نفسنا كده السماء بقى اقول له انا جوه نار العالم، لكن انت شايف فيا الايقونه بتاعتك. دايما بتذكر الخادم اللي كان بيخدمني وانا في الكليه، الله ينيح نفسه، لسه لي سنتين توفى في امريكا. كان يقول عباره جميله قوي، مره ذكرته بيها لان كنت احيانا بات عنده لما اعمل القداس في المنطقه. قلت له: متذكر لما انا كنت في الجامعه وكنت انت كلمتك المشهوره بتاعتك اللي ايه؟ قلت له: كنت تصلي وتقول لربنا كده: مش ممكن هقبل منك اي حاجه اقل من ان انا اكون الصوره بتاعتك، غير كده مش هقبل. وربنا اداك النعمه دي انك تبقى صوره المسيح. احبائي، مخافه ربنا بتحولنا من التراب الى ملائكه. اوعى تفتكروا مخافه ربنا تدينا ضيق ومراره وحزن لا لا لا، حتى لو في دموع، حتى لو في تنهدات، لكن في فرح بربنا اللي انا هتقابل معاه. اذا كنا واحنا هنا لما بنقف واحيانا كده ربنا يرفع القلب لفوق نقول مش عايز اخلص من القعده، امال يا ترى في السماء هنعمل ايه؟ يقول القديس غروريوس عباره جميله قوي قوي. حد يظهر سأله: يا ترى هنقعد على طول كده نقول قدوس 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 لإمتى؟ هنتشبه بالسيرافيم وبال24 قسيسا غير متجسدين اللي بينادوا ربنا بالثلاث تقديسات ويكرروها باستمرار. فرد عليه رد جميل قوي، قال له: الحاجة الجميلة انك اول ما تبص كده لربنا ما تقدرش تبص في جماله وبهائه، تيجي راكع قدامه تقول له: ايه الجمال ده يا رب؟ ايه البهاء الحلو ده بتاعك؟ كأني لأول مرة يا رب أشوفك. وتيجي قايم تبص تقول قدوس، وكأنك أول مرة تقول له قدوس، وهتقعد إلى ما لا نهاية، وقدوس دي لا تنتهي. ما نفسكمش تروحوا تعملوا كده مع السرافيم؟ إيه رأيكم؟ بس لازم نبتديها من هنا. اللي عمله البابا كرولوس الحاجة الجميلة اللي عمله هنا كملوا في السماء. وكان دي دايما يقولها الحقيقة أبونا بشوي، يقول اللي بيخدم ربنا يخليه يعني زي شاول الطرسوسي، خدم ربنا ببولس. فالقديس جيروم يقول: تفتكر بولس الرسول اللي خدم كل المنطقة الحية في ذلك الوقت يقف في السماء يقول له: يا رب كويس أنا شفتك ماليش صالح بالأرض؟ مستحيل. يقول ده من قبل ما أشوفك بالجمال ده وجها لوجه كنت بتنطط بالفرح، عايز كل البشرية تدوقك. كان بالأكثر لما أنا شفتك أقول لك: يا ربي نفسي كل البشرية تشوفك. البابا كرولوس كان محب للصلاة، وواقف فوق
يكمل الصلوة بتاعته. تخلص امتى؟ قال ما تخلصش بلا انقطاع، زي ما بيتقال عن السيروفيم والشيروبيم انهم يسبحون الله بلا ايه؟ بلا انقطاع. هقول قصة جميلة قريتها السنة دي، حد بعتها لي، موجودة يعني وبالأسماء. أحد الأساقفة أعرفه طبعا، هو شاب كان إنسان يعني ملتهب بالخدمة، وذكر اسمه. في يوم من الأيام كان في شبرا، هو من شبرا، فوقف كده، ففي عزة من العظات قاعد يقول احنا نفسنا بقى في بطرك يسيبوا من نصلي وما تصليش، يروح يكلم المسؤولين ويهتم باللاقي من اللي مش لاقيين شغل ومش عارف يعمل ايه ويعمل ايه. ولا ايه رأيكم؟ هو كل حاجة بس صلي وامشي، كلمتين ايه وحشين. فربنا يديله الخير، واحد راح وصلهم للبطرك، فدخل الكاهن بتاع الكنيسة، فالبطرك بص له كده قال له فلان ده انت كلمته عشان يوعظ عشان يشتم فيا؟ عرف انه ايه الكلام وصل. قال له سيدنا بيحبك وهيجي يعتذر لك. قال له انا مش عايزه يعتذر، لكن قول له بلاش ايه يستخدم المنبر في الشتيمه. فراح جابه وجه. ف اغلبنا عارفين اسمه، لكن يعني مش عايز اذكر اسمه، بس اخرها حاجه جميله لهذا الشخص. فبيقول له يا سيدنا اخطيت، حقك عليا. ما ردش عليه. قال له يا سيدنا انا بحبك. قال له انت بتحبني؟ قال له اه. قال له بدل ما تشتمني ما تيجي تفطر معايا، مش مثلا تاخد تأديب زي ما بنسمع دلوقتي، ما تيجي تفطر معايا. قال له قوي. قال له بكره تيجي تفطر معايا. فراح ايه تاني يوم وراح له، قال له سيدنا جيت. قال له تعال هات المكتب ده، نادى تلميذه هات له المكتب ده حطه في الحته دي، وجيب له ورقه وقلم وشويه دوسيهات. المهم فطروا وغيره. بعدين جات له واحده قالت له يا سيدنا انا جوزي سايبني ليا 7 سنين مش راضي يرجع، وانا مرة النفس، مش عشان المصاريف لكن ده جوزي، صلي لي عشان يرجع. قال لها يا بنتي طيب روحي للاخ يكتب حالتك. فراح انت مين؟ فلان. اتجوزتي امتى؟ ليكي كام سنه؟ عايشين فين؟ عنوانك ايه؟ مش عارف ايه. وجاب الدوسيه وقال له ايه سيدنا ادي الحاله. فراح واخد القلم من هذا الشخص وكتب ايه تحول الشكوى الى رئيس الملائكه ميخائيل. ومضى. ولا يعني روحي وبرجعي. بعدين دخل واحد فقال له يا سيدنا انا ابني في الجيش والنهارده عاملين له محاكمه عسكريه وانا خايف، ممكن عشان ياخد براءه تصلي له؟ قال له روح للاخ. وعمل نفس القصه وجي يحول الى ماري مينا العجايبي والرد فورا، وبرضه في الاول كاتب والرد فورا، وانتهت القصه. بعد شويه طبعا الوقت طول، فجه ايه التلميذ بتاع سيدنا قال له الاخ ده عايز يروح يتغدى. قال له قول له مش يستنى لما يجي الرد. فراح يقول له، فقال له الرد ده يجي ايه؟ يوم القيامه. الملك مخيل هيرد علينا يوم القيامه ولا مريمينا؟ وسكت. بعد شويه ايه جت الست وايه دخل ايه، وطبعا قعد الاخ جات جايبه جوزها وبتقول له يعني عايزينك تباركنا. فلا حصل ايه؟ قالت له انا ماشيه، هو ما شافنيش، مش عامل فرامل او حاجه، وقعت نزل يشوفني. فقال انا اكمل القصه بعدين. لكن الاثنين رجعوا وعمل تمجيد. عايز اقول نفسنا نبطل وعظ ونعيش زي البابا كيرلس، رجل الصلاه ورجل الوداعه ورجل مخافه ربنا. ربنا يدينا كلنا مخافته. ويا ريت من ضمن صلوات كده في هذا الصوم المبارك نقول ثمر خوفك في قلبي، ثمر خوفك في قلبي. ما يمكن لما بتيجي السيرة دي ما بقدرش أكمل،
في كتاب هوزعه عليكم دلوقتي، كل واحد ياخد كتاب. ده هنبتدي بيه الفصل الأولاني المرة الجاية، ويا ريت نقرا وأبقى مبسوط. هنحط صندوق أو نلم أسئلة، لأن ده الكاتيكيزم الجزء الثالث، لأن ما لقيتش الأول والثاني هنا، عدد صغير وطلبته هيجي إن شاء الله. فالكتاب ده هدية كده ليكم، بس لازم تقروا. هو الجزء الأول صغير أوي أوي، يمكن أقل من 10 صفحات. فنصلي مع بعض.